يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المباراة المرتقبة القادمة أمام نادي الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تأهل الفريقين لنهائي البطولة على حساب صن داونز والترجي التونسي. وسيلتقي النادي الأهلي مع الوداد المغربي في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد القادم 4 يونيو في 9 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على استاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4 وقناة تايم سبورت الأرضية. وسبق وتقابل النادي الأهلي مع الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا 11 مرة، حقق النادي الأهلي الفوز في 4 لقاءات وفاز الوداد المغربي في 3 لقاءات، وتعادل الفريقين في 4 مباريات. وتقابل الفريقين في النهائي مرتين فاز بهم الوداد المغربي، وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في نهائي النسخة الماضية، وفاز الوداد باللقب بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم من مباراة واحدة في المغرب. وسيدير المباراة القادمة بين النادي الأهلي والوداد المغربي الحكم الليبي معتز إبراهيم. ويواجه حمدي فتحي ومروان عطية خطر الإيقاف في حالة حصولهم على إنذار في مباراة الذهاب أمام الوداد، فسيتأكد غيابهم عن مباراة الإياب في المغرب لتراكم الإنذارات. ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز بنتيجة مطمئنة في مباراة الذهاب القادمة قبل خوض مباراة الإياب من أجل استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا والتتويج بالبطولة للمرة ال11 في تاريخه.